المصريين الليلة اليوم رافعين بوستات كلهم بيتكلموا انه اي منتخب يلعب ضد المنتخب المغربي حيشجعوه. يعني الليلة فرنسا لعبت ضد المغرب، المصريين قالوا حيشجعوا فرنسا ضد المغرب. وانا ما عارف السبب ليه، بما انه اغلب المغاربة مشجعين المصريين في كاس العالم، لكن المصريين الليلة دايرين يعملوا حملة لتشجيع اي منتخب ضد منتخب المغرب. لكن منتخب المغرب منتخب كبير، منتخب قادر يسعد الجماهير العربيه، وقادر ان شاء الله يتخطى عقبه المنتخب الفرنسي، وقادر لو حتى لو طار من المنتخب الفرنسي. يعني منتخب المغرب قدم مباريات كبيره في كاس العالم، ما في منتخب عربي قدمها، لا مصر ولا غير مصر. فما في داعي للمصريين يعملوا الحمله انك انت انا مصري بشجع اي منتخب يلعب ضد المنتخب المغربي. ليه بتشجع اي منتخب يلعب ضد المنتخب المغربي؟ حتى لو المغاربه قالوا كده تكون احسن منهم. ده الان الفريق العربي الموجود حاليا في كاس العالم، تقيف معاه وتخليه بالدعم انه يغلب فرنسا ويتقدم للادوار. لكن مساله العرب عندهم الحق، وما عارف الحاجه دي من شنو نابعه. نحن من هنا بندعم المنتخب المغربي ضد منتخب فرنسا، وان شاء الله فايز باذن الله تعالى يتقدم للادوار الجايه، واحتمال يشيل البطوله ذاته. تمنياتنا من الشعب السوداني للمنتخب المغربي انه يحقق الفوز على فرنسا ويتاهل للدور القادم، ويكون ان شاء الله طرف في النهائي، ويحمل كاس العالم كاول منتخب عربي وافريقي يشيل كاس العالم. وان شاء الله بالتوفيق، وكل الدعوات للمنتخب المغربي من هنا من ارض السودان. تحياتنا لاخواننا المغاربه، تحياتنا للاعبين منتخب المغرب ان شاء الله، وشدوا حيلكم والله معاكم وربنا يوفقكم.